السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني من آخر فيديو. عاملين إيه؟ أول حاجة نسمي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول. تعالوا بقى شوفوا النهاردة بقى فيديو كده جديد. بصوا بقى أكلتنا دي أكلة جميلة ومفيش حد ما بيحبهاش. بصوا بقى كنت النهاردة بقى، تعالوا بقى شوفوا بقى أكلتنا النهاردة. كان بقى صينية بطاطس. بصوا الجمال. بصوا صينية البطاطس طالعة عسل ازاي، بالدمعة بقى ومقولكوش بقى، وفرخة مشوية بالشيبسي كده بقى حواليها جميل، وشويه رز بشعريه. عايزه اقول لكم الاكله دي جميله جدا وانا بحبها. بصوا بقى شويه شيبسي كده جنبها جميله ازاي. تعالوا بقى كده النهارده نشوف وصفتنا النهارده واكلتنا النهارده وغدانا، وحلينا كمان بايه. بس حطوا اللايك لو اول مره تشوفوا القناه، منوعات ووصفات ام حنين وزياد معاكم. اعملوا اشتراك، حطوا اللايك وشير يا حبايبي. الله، الاكله النهارده بجد جميله. كنت بوريكم الرز بالشعريه كان مفلفل وزي العسل ازاي. اكله دي من عشاق بجد، انا بحبها قوي. الفراخ المشويه، الله بصوا منظرها طالع مشويه كده في الفرن بقى، جنبها شويه الشيبس. تعالوا نشوف احنا عملنا بقى الاكله دي ازاي، وصينيه البطاطس دي الحلوه الجميله دي عملتها ازاي. طبعا بصوا بقى الفرخه انا كنت مطلعاها من الفريزر، طبعا معاها بقى الكبد ومعاها القوانص وكل حاجه. انا هنا كنت نقعها بقى بشويه ملح وخل، واسيبها لحد ما تطلع يعني لو فيها زفره او اي حاجه، وعصرت عليها ليمونه. ماشي، تسيبيها كده قبل ما تحطيها في الشوربه. تعالوا بس كده وشوفوا بقى انا حطيتها في الشوربه اهي. وحطيت بقى هنا ورق اللورا، شويه ملح، شويه فلفل اسمر. الورق اللورا جميل. بصوا بوريكم الورق اللورا بيديها ريحه وطعم جميله جدا. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي. عايزه اقول لكم وحشني قوي 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 يعني. بجد حبيت تشاركوني في النهارده في غدانا دي، في اكلتنا دي الوصفه الحلوه. صينيه البطاطس عايزه اقول لكم بعملها بطريقه حلوه قوي. بصوا بقطعها كده حلقات كده، وكنت عصره الطماطم، كنت مجهزه كل حاجه. البصل كده بقطعه حلقات، وادعكه كده افركه كده مع بقى ملح وفلفل اسمر مع بعض. وتحطي بقى البطاطس وتخليها منها فيها كده. هوريكم بصوا ازاي بقى شويه فلفل اسمر كده حلوين. لو وصلتوا لحد هنا، اللي بيحبني بجد من قلبه، اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي، عشان اكبر بيكم كده اكتر واكتر. اهو بصوا جبت بقى كده البصلايه كده، دعكتها بقى شويه ملح وفلفل اسمر، تطلع معاكي احلى صينيه بطاطس بالدمعه جميله. طبعا في ناس بيعملوها باللحمه، بيسووا اللحمه كده نص سوا وبيحطوها على فكره على الوش. لا انا مش بحبها كده، انا بعمل الفرخه واحطها في الفرن لوحديها زي ما هتشوفوا، وبعدين هعمل البطاطس واحطها عادي على النار. دعكتها كده شويه مع بعض كده حلو قوي قوي بالملح والفلفل، وحطيت ورق الرولة اهي عشان برضو دي تعمل صينيه البطاطس تبقى جميله كده. الله على الجمال بجد. احنا كنا يعني كنا وحشين الصينيه دي البطاطس، ما اكلتهاش بقالي مده، فقلت كده نعمل جنبها شويه يعني حته فرخه مشويه كده جميله. لما تستوي الفراخ بقى هنحطها في الفرن، هوريكم هنحطها ازاي بالتتبيله. طبعا بتدعكي، طبعا بتحطي ملح والفلفل. انا بحط شويه كزبره، الكزبره بتديها طعم. افركيهم كده، ادعكيهم كويس قوي قوي معلقه كده. حطي بقى البطاطس بتاعتك اللي انت مقطعها حلقات وغسلاها حلوه قوي. حطي بقى كله، بص اخلطيهم كلهم مع بعض، اخلطيهم كده كلهم كده مع بعض. تاخد منها فيها كده من تحت لفوق يا حبايبي، عشان البصل بالتتبيله بالملح بالفلفل تطلع على البطاطس. اهو بصوا بقى جمال، والله تستاهل بقكم كل اخواتي، كل حد بيحبني من قلبه. تعالوا اتفضلوا بقى معانا بقى احلى الغدا ده بتاع النهارده. الله، بتحطي بقى بعد كده بتحطي السمنه بتاعتك، معلقتين سمنه كده حلوين، شويه فلفل كده. الله 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 الله. طبعا فلفل اسمر حاطينها في الاول. بنحط السمنه وشويه زيت بقى، سمنه وزيت، حطيهم على صينيه البطاطس. هتعمل معاكي كده بقى، يعني تطلع معاكي بالدمعه كده، زي ما تقولوا كده بالايدام بتاعها بتاعت زمان. صينيه البطاطس بتاعت زمان عارفينها، بتاعت امهاتنا البسيطه، هي دي بالظبط. طبعا هنا خلصتها كده وجبت بقى كله على بعضه وحطيتها كده وهخلطها كده. هتحطيها طبعا على النار على البوتاجاز،
وتقومي حاطه العصير الطماطم اللي انت اهو عصراه في الخلاط. انا هنا مصفياه وعصراه اهو. بصوا كنت حاطاه طبعا على البوتاجاز. حطي بقى العصير الطماطم وسيبيها على النار بقى، وسيبيها تاخد راحتها خالص. اقول لكم حطوا اللايك لو وصلتوا لحد هنا. اللي يشوف قناتي لاول مره اوعوا يا حبايبي، اللي يحب كده ربنا ونفسه يزور كده بيت الله كده، يا رب يزور بيت الله، اللي يحط لي لايك ويعمل لي اشتراك في القناه. بصوا بقى، طبعا انا التكه بتاعتي بعملها في اي اكله، بحط معلقتين صلصه عشان تديها طعم للاكل. حطي بقى معلقتين صلصه هنا بقى معاها كده. عايزه اقول لكم ايه، اقول لكم كانت ريحتها جايبه لاخر الدنيا. ريحتها كانت جايبه للشقه كلها والله العظيم. كانت هنا بقى الفراخ هنا اهي بتستوي. وهنا بقى قلت احط بقى البطاطس يلا على النار كده لحد الفراخه ما تستوي وندخلها الفرن كمان. طبعا بيبقى لو فيها ريم زي كده انت بتشيلي الريم على الايه، على الشوربه. ماشي. بصوا كنت بقلبها الناحيه التانيه عشان تستوي، حطها كده عشان تستوي. بصوا بقى الجمال بقى، شوربتها حلوه ازاي. والله الاكل النهارده كان عايزكم كلكم. طبعا هنعمله جنب الايه بقى، جنب صينيه البطاطس بقى والفرخه المشويه اللي هندخلها الفرن، شويه رز بشعريه. واو، عايزه اقول لكم تحفه. اتفضلوا معانا احلى اخوات في الدنيا. اتفضلوا معايا، اتفضلوا معانا احلى اكله في الدنيا محدش ما بيحبهاش. طبعا هنا هتحمري شويه الشعريه، حمري شويه الشعريه كده اهو لحد ما تاخد معاكي لون ذهبي. بصوا كنت بوريكم هنا بقى، بصوا بذمتكم لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي الله يا ام حنين ايه جمال صينيه البطاطس بالدمعه دي. كلكم تقولوا لي في التعليقات كده، انا مش هتنازل عن اي تعليق من كده بقى. يلا بسرعه وحطوا اللايك. بصوا النبي، بصوا شكلها ومنظرها. كانت الفرخه خلاص هنا بتستوي معايا. الله على طعمها ولا ريحتها، كانت جايبه لاخر الدنيا والله. هنا بوريكم هنا هنخلي الشعريه كده تاخد لون ذهبي حلو، وتحطي بقى الرز بقى بتاعك كده. الله الله على الجمال كده، وتقلبيه كده مع الشعريه بتاعتك. طول ما الشعريه واخده السخونيه مع الرز، وحطي الميه المغليه بتاعتك، هتاخدي احلى رز مفلفل واحده بوحدتها. نحط بقى شويه الملح كده وتوطي النار بقى على الرز بشعريه كده. طبعا طلعت بقى هنا بقى معايا الفرخه. بعمل ايه بقى يا حبايبي، طلعتي فرختك من سويتيها، جيبي شويه زيت على شويه معلقتين صلصه وملح وفلفل اسمر واخلطيهم قوي قوي، وادهني بيها الفرخايه. انا عايزه اقول لكم بعتمد التتبيله دي احسن من الشوايه اللي ممكن تدخليها في الشوايه ما تتظبطش معاكي. لا، التتبيله دي بتطلع معاكي الفراخ زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو لما كان على السفره وحضرنا الاكل كده. كانت ايه، كان منظرها جميل. الله، كانت لونها احمر كده ومستويه وجميله. الله بقى. بصوا هنا بقى صينيه البطاطس. ايه رايكم، انا عايزه رايكم بالذمه بالذمه والله، احلى صينيه بطاطس دي ولا ايه؟ الله على الجمال. حطوا لي لايك يا حبايبي. انا بنزل الفيديو يعني مش بنزل فيديوهات كتيره، كل 10 ايام كل اسبوع. استحق تحطوا لي مشاهدات كتيره وتحطوا لي لايك ولا لا؟ استحق مش كده؟ ما تبخلوش عليا بالله عليكم بلايكات بمشاهده. بصوا هنا بصوا الفرخيه بقى بعد ما طلعت دخلتها الفرن خدت اللون دوت. بصوا ازاي، بصوا الجمال. وهنا الرز بشعريه كنت خلاص بقى وعملته. وهنا بقى البطاطس كان خلاص في اخر حاجه بقى. حضرت كده السفره طبعا وهناكله وهنتغدوا. اتفضلوا معانا. والفراخ، وهنحط كده بقى البطاطس بقى كده في الطبق. الله، انا عايزه اقول لكم بصوا المنظر اصلا، العين بتشوف قبل البق اصلا. بصوا المنظر، بصوا البطاطس يعني بتحكي على نفسها. شويه بطاطس حلوين قوي قوي بالدمعه كده، جمال. الله الله على جمالها والله العظيم، الله على جمالها. عايزه اقول لكم بعد ما اتغدينا بقى وفي الاكله الحلوه دي عملت احلى حاجه حلوه كده جميله. تعالوا شوفوا كده مفاجاه عملت ايه. هتشوفوا معايا بس كملوا لحد اخر الفيديو، اوعوا تمشوا وانتوا تشوفوا احنا عملنا ايه. بصوا هنا بقى حطيت بقى هو على السفره اهي. بصوا بقى ان الرز بشعريه، والله الله 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 على الجمال. والبطاطس اهي كنت بوريكم. بصوا
بوريكم يعني لما تعرفي ان الطبيخ اللي انت عاملاه حلو، تلاقي كده الطبيخ كده فيه دمعة حلوة، ريحتها حلوة. بوريكم اني كنت جايبة بقى كيس شيبسي ايه بقى بالشطة والليمون، واو. فرغته كده اهو، حطيته في الطبق وحطيته مع الفرخة المشوية كده. تاكلي فراخ مشوية بالشيبسي بقى مع الايه، مع الاكل بقى الجميل ده. زي بره بيعملوا، بيحطوا الفرخايه ويحطوا لك بقدونس ويحطوا لك شيبسي، يبقى الله على الجمال، صح ولا لا؟ كانت الاكله كانت عايزاكوا الله. الله بجد. اعتمدي طريقه البطاطس بالدمعه دي، بالطريقه دي هتاخدي احلى صينيه بطاطس والله. بصوا بقى الحلو ايه بقى، زي ما قلت لكم مفاجاه، شويه رز بلبن عملتهم النهارده جمال. انا بعمله زي العسل، بتحطي الميه والرز لحد ما تستوي، وتحطي اللبن بتاعك. التكه بتاعتي بحط كريم جانتيه، كريم جانتيه بتاع بره كيس، تحطيه مع مع الرز بلبن والسكر بتاعك وقلبيه. بعد كده حطي النشا بتاعك، واخر حاجه بحط الفانيليا، وتاكلي احلى رز بلبن. الولاد كانوا بيحبوا عموما الرز. بصوا انا حاطه هنا ايه، هتكه الرز بلبن دي عليها ايه، ذره فانيليا سايله جميله جدا. الولاد قالوا لي بقى يا ماما يلا، حنين الولاد بيحبوا رز بلبن عموما. قلت لهم يلا اعمل لكم بقى حاجه حلوه، رز بلبن. عملت اهو وهنفرجكم. بص بقى كده، هنا كان خلاص يعني انا سبته يهدى، لازم يهدى الاول قبل ما تفرغيه في الاطباق. كان عامل زي طبقه كده، انتوا عارفين الطبقه بتاعت بره دي المكرمشه اللي بيباع في محلات رز بلبن الكبيره، اهي بالظبط والله العظيم كان طعمه زيه. واحلى رز بلبن ممكن تاكليه. اعمليه وحطي التكه بتاعت الكريم جانتيه دي، اسمعي مني وهتدعي لي، هتاكلي احلى رز بلبن زي محلات بره بجد والله. انا كنت بفرغه طبعا بعد ما هدي، بتفرغيه كده في السلطانيه بتاعتك، في طبق التقديم بتاعك اللي انت عايزاه. وزي ما انت عايزه بقى، في ناس مثلا بيحطوا مثلا مكسرات، جوز هند، انا بحط جوز هند بس. عندي الولاد مش بيحبوا الزبيب ابدا، فبحط جوز هند كده فوق الوش، تاخدي احلى رز باللبن في الدنيا. زوقي بس زي ما انت عايزه. انا عن نفسي بحط جوز هند، حطي انت زبيب على جوز هند، مكسرات، سوداني المجروش ده برضو بيبقى جميل قوي، في بيحطوا قرفه، اللي انتوا عاوزينه. بعد ما اتغدينا كده بقى وبالليل كده، تاكلي بقى احلى طبق رز بلبن. اعمليه في بيتك احلى ما تشتريه من بره. والله يا حبايبي بره الطبق ب20 جنيه الصغير. طب ليه؟ انت ممكن تجيبي اللبن، تجيبي المكونات بتاعتك كلها وتعمليه في البيت ارخص من بره. يعني انا بصوا، يعني نص كيلو او كيلو الا ربع لبن عمل لي كام طبق؟ عمل لي 6 اطباق. اوفر ولا لا؟ اوفر. بصوا بحطه هنا بقى الجوز هندي كده، وتسيبيه يبرد خالص وتدخليه التلاجة. وصحة وهنا عليكم كلكم يا حبايبي، احلى فوت في الدنيا. خلاص كده نهيت معاكم الفيديو باكلتنا الحلوه، البطاطس بقى والصينيه البطاطس والفراخ المشويه، وحلينا الرز بلبن بالتحليه. حطوا اللايك، اوعوا تنسوني. اللي بيحبني هيحط لي اشتراك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، كل وصفه جديده انا بقدمها. واعملوا شير يا حبايبي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.